النهارده عندنا ريفيو مختلف تماما لان احنا عندنا عربيتين من اندر العربيات في مصر. مرسيدس جي تي 43. يعني ايه جي تي؟ جراند تورر، يعني تقدر تستخدمها استخدام يومي، في نفس الوقت تدلعك وتديك الدلع، وفي نفس الوقت تروح فيها اي حته انت عايزها. ده احنا معانا اختين توأم من مرسيدس جي تي 43، بس انا هاخد الاثنين توأم، بس انا هاخد اللي هي فرش تحسوه كده ابيض شويه، ده شكله حلو اكتر، عاجبني بالنسبه لي. هنعمل عليها ريفيو النهارده ان شاء الله، يا رب يعجبكم. تصميم العربيه من قدام شكله يعقد، يعني مفيش كلام يتقال على التصميم بصراحه. العربيه شكلها حلو قوي واتغير قوي عن الجي تي القديمه. جي تي 43 وال 63 اتغير قوي عنها، بقى شكل مختلف تماما، بس محافظه على نفس الكبوت الطويل. بصوا الكبوت قد ايه، كبوت عملاق. اكبر حاجه في العربيه هي الكبوت تقريبا، يعني كبوت كبير جدا. وبصوا الانوار حتى اختلفت، الفيس ليفت فيها كده 3 اجزاء هنا معموله، وهي محافظه على الشكل ده برده في الظهر بتاع العربيه، شكلها مميز قوي حلو. وهنا في عدستين يعني شكلهم حلو قوي برضو، يعني هي فوانيس ديجيتال لايتس حلوه قوي وقويه ومفيش اي كلام عليها. والشبكه طبعا اي ام جي، هي دي ما اتغيرتش قوي، بس الشبكه حلوه برضو، عليها كده اجزاء كروم وبالاسود، شكلها حلو قوي. ومرسيدس لوجو مرسيدس الكبير بصوا عملاق، يعني ده يعني لما تشوف كده يبقى ده فيه وحش، لما تلاقي شبكه كبيره كده يبقى دي اي ام جي، عشان تبقوا فاهمين. هنا فتحات تهويه حقيقيه من الجناب العربيه ومن تحت، وفيها سبليتر بال زي كده جلوس بلاك، شكله حلو قوي الصراحه. ويعني بصوا يعني التصميم مفيش كلام يتقال عليه الصراحه، عربيه شكلها كده الناس لما تمشي بيها في الشارع كله هيبص عليك، عربيه مفيش كلام يتقال عليها. العربيه من الجنب تحسوها مسحوبه نفس سحبه الاي ام جي جي تي ار والجي تي سيريس عامه، هي مسحوبه نفس السحبه كده، وبنفس الكبوت الطويل اللي مكمل من قدام. لا هي تصميم الصراحه حلو جدا. وهنا لوجو تربو الكتريفايد عشان يقلل التربو لاج. وهنا في فتحات بس للاسف دي مش حقيقيه، يعني هي مقفوله من هنا، ودي عربيه مش رخيصه، فالمفروض كده يفتحوها. ومعموله كده بجلاس بلاك برضه، شكلها حلو قوي. وهنا الكاوتش ميشلان طبعا، عليه ام جي وعليه كده زي كفر من بره صغير. والكاليبرز زي ما انتم شايفين عملاقه، والكاليبر عليه اي ام جي بالطول، شكلها ظريف جدا. والكاوتش ده ميشلان، يعني الكاوتش ده بتاع تراكس وجميل جدا. مقاس الجنط الامامي 275 35 21، وخلفي 305 30 21 برضه، بس هي العربيه عشان تبقوا فاهمين هي دافع خلفي، فهي التحيز للخلف كده كده، وقدام العربيه مش دافع امامي، دافع خلفي عشان تبقوا فاهمين. والعربيه بتديها ستابيليتي اكتر لما الكاوتش يبقى اعرض. وفيها اوكر اللي هي بصوا بتعمل كده، لازم تكون قريب منها. بصوا هي مش اعتماديه قوي بس معقوله انها بتفتح. بصوا بتعمل بوب اوت حلوه، وفيها مرسيدس بنز من هنا، بصوا بتعمل كده وكده لذيذه. بس هي لو انت بصوا سندت عليها كده بتفتح، هي دي بس مشكلتها، لكن هي عربيه لذيذه جدا وفيها كل حاجه لذيذه. مرايات اي ام جي، وفيها كاميرا 360، والعتب برده كمان اي ام جي، فدي حاجه كمان كويسه جدا. العربيه شكلها من الجنب خطير، مفيش اي كلام يتقال عليه اصلا. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، العربيه شكلها جي تي سيريس اختلف تماما، الجديده بقت بصوا يعني هي واخده من القديم شويه، بس هي مختلفه. دي بصوا بقى 3 دي، ممكن تمسكها، يعني انا ممكن تمسكها، وفيها هنا لوجو ام جي، يعني شكلها يعقد وشكلها حلو قوي الصراحه، يعني ظريفه قوي. وهنا سبويلر بتنزله وترفعه من جوه العربيه حسب احتياجك ليه، يعني انت لو مش عايزه ممكن تقفله، لان في ناس عندها عقد مع السبويلر ليه ما اعرفش، فان انا لو معايا عربيتي هفضل ارفع السبويلر طول الوقت، بس في ناس ممكن تنزله وممكن ترفعه، وفي ناس بتحب شكله. وبصوا هنا الفوانيس ملحومه ببعض، بس هي بتنورش كلها، هي بس هنا دي بس اللي بتنور الثلاثه دول. دي بقى مفاجاه بقى، بصوا فتحات شكمان 4 حقيقيين، يعني اي ام جي ظريفه جدا وصوتهم حلو. هي عربيه 4 سلندر، بس ده معناه ان صوتها وحش، صوتها حلو جدا. فيها ديفيوزر معقول ماشي كويس جدا، يعني عربيه من ورا شكلها عقد وجميل جدا الصراحه. ليه بقى العربيه دي اسمها جراند تور؟ لان هي عربيه اعتماديه ممكن تستخدمها كل يوم عادي، وفي كل المشاوير عادي. العربيه دي شنطه مساحتها معقوله جدا. الميزه بقى ان هي بتفتح كهرباء، دي مش هتلاقوها في اي عربيه سبورت كار، يعني عربيه اكزوتيك وشنطتها بتفتح كهرباء، دي حاجه كويسه جدا. شنطه العربيه معقوله 320 لتر، مساحه كويسه، مساحه كويسه جدا بالنسبه للعربيات اللي زيها. فيها تزييق كراسي كهرباء من هنا، زرار زي زرار الازاز. وهنا بصوا الرف ده ممكن تنزلوه لو انتم مش عايزينه، بتحطوه تحت مع الجنط كده، مش مع الجنط، في جنط في العربيه سوري، بس ممكن تحطها في المسند اللي تحت هنا. لو هي مش عاجباك بتفكه وتركبه هنا من جزء الحكايات العلاقات اللي فوق دي. العربيه دي فيها تميز في كل حته، حتى في بصوا يعني دواسات العربيه، بصوا اي ام جي، دواسات العربيه اي ام جي، يعني شكلها مميز جدا الصراحه، حلو قوي.
يعني انت ممكن اصلا تحطها في بيتك كده وما تستخدمهاش. انا لو لو انا هشتري عربيه مش هستخدم الدواسات دي، شكلها حلو قوي، شنطه بتقفل كهرباء، دي حاجه بتميز العربيه جدا، مش كل العربيات هتلاقيها كده. الفرش التاني موجود كده بلون يعني تحسه كده غريب شويه، تحسه كده يعني اخضر على ازرق يعني، هو لون، بس انا عاجبني اكتر الابيض اللي هو في مرسيدس جي تي 43 النسخه دي. مرسيدس جي تي 43 الناس كلها كانت يعني عايزه موتور 8 سلندر، بس هي نزلته في النسخه جي تي 63، والنسخه جي تي 43 نزلت النسخه الانلاين 4. يعني طبعا الناس كتير ممكن تتضايق الموضوع ده، الناس دايما دلوقتي بتلجا للموتور الاصغر بقوه اكتر، بس مرسيدس استخدمته للاسف في الجي تي 43. تعالوا نشوف الموتور. يعني الكبوت اصلا لوحده بصوا عملاق، تحس انك بتفتح يعني دبابه مش بتفتح عربيه، من كبوت عربيه. بصوا الموتور وجماله، التربو بصوا باين من الحته دي، شكله حلو قوي الصراحه. وهنا يعني موتور بنسبه كبيره جدا هاند ميد، فاللي عمله بيبقى ماضي عليه هنا. وهنا اللوجو اي ام جي، موتور عملاق وعلى مساعدين، مفيش كلام يتقال الصراحه، وتحفه فنيه يعني، موتور عملاق جدا والعزل فيه بصوا، موتور جامد جدا من اي ام جي. الموتور ده 2000 سي سي لاين 4، بيخرج 416 حصان و500 نيوتن متر، متوصل على فتيس 9 سرعات ام سي تي من اي ام جي. يعني هي النسخه كله باكج اي ام جي، بس هي فعلا اداءها حلو يعني، 4 سلندر بس بتخرج هورس باور محترم جدا. دي تقريبا نفس ارقام جي ال سي 43 اللي احنا عملنا عليها، يعني اي ام جي برده، فهي بتستخدم معاها نفس الموتور. وكالعاده المواتير الحديثه لما تبقى 4 سلندر او اللاين 4 زي المرسيدس جي تي 43 فيها بطاريه يعني زي كده جنريتور 48 فولت، هي بتقوم العربيه، يعني هي شبه بتديها ستارت اب، يعني هي بتديها ستارت اب، وفي نفس الوقت هي حوالي 13 حصان، بيديها 13 حصان، بس هي ما بتشتغلش هايبريد لوحدها. يعني هايبريد لوحدها ده لا، يعني هي عامله زي الاكس 6 والجي ال سي 43 اي 200، عربيات كتير بتبقى نفس النظام ده. وبصوا التربو الكتريفايد ده نظام تربو بيقلل التربو لاج زي ما قلنا في الجي ال سي 43، لان هي مرسيدس عندها تكنولوجيا التربو دقيقه جدا، وبتبقى يعني بعيدا عن الشركات الثانيه، بس هي بتعملها بنظام كويس جدا، وبتقلل على قد ما تقدر التربو لاج، فدي حاجه كويسه جدا المرسيدس جي تي 43 اي ام جي. هي كنت تستخدموا بالعربيه دي مش معناه انلاين 4 ان هي عربيه بطيئه، لا بالعكس، التسارع بتاعها حلو جدا والتوب سبيد حلو. العربيه بتجيب من 0 ل 100 في 4.6 ثواني، وسرعتها القصوى 280 كم في الساعه، ارقام حلوه جدا على موتور انلاين 4 زي ده. بجمله بقى الاوبشنز المرسيدس جي تي 43 بتديها لنا، العربيه بتيجي بالتعليق امامي وخلفي مالتي لينك، ده بيساعدها قوي في الثبات العربيه على الطريق، وبتديك ثبات كويس جدا على سرعات عاليه جدا. ملحوظه بس العربيه، الناس اللي هتشتري العربيه دي لازم يبقى عندك لياقه كده وانت بتركبها، عشان ايه يعني ظهرك ما يوجعكش، لازم تنط كده بطريقه معينه عشان تركبها. تعالوا كده الانوار، بصوا الاشاره شكلها حلو، وبصوا القلبات كمان نقلب لكم، شكلها حلو الصراحه، مميزه جدا. تعالوا بقى اوريكم الانوار اللي ورا، لان هي برده مميزه جدا زي اللي قدام. بصوا عامله ازاي، هي زي ما قلت لكم هي ممكن تتمسك ب 3 دي بارزه لبره كده، واي ام جي بصوا بتنور من هنا، شكلها حلو قوي الصراحه، يعني بالليل دي توديك في حته تانية الصراحه، شكلها حلو قوي. دلوقتي انا هعمل حاجه متهوره جدا ومش هتشوفوها في ريفيوز كتير، هجرب اقعد في الباك سيتس، مع اني ما جربتهاش في ال 911 وهجربها في المرسيدس، ما اعرفش ليه الصراحه، بس حاسس ان انا عايز اجربها. شوف كده ايه اللي هيحصل فينا ورا، يعني بص هي 2+2 بس مساحه يعني ايه صغيره قوي، نشوف كده اللي هيحصل. يا لهوي، لا انا كده يعني ايه، انا بصوا يعني انا كده عربيه زنقتني زنقه، يعني انت لي الوضع معبر عن كل حاجه، مش محتاج اتكلم اصلا. يعني لو حد زي كده هيفضل قاعد كده، حوالي 73 سم هيفضل قاعد كده، يعني قاعده غريبه شويه. فيها ايزوفيكس ورا ماشي، حاجه كويسه، بس هي اطفال، يعني انصحك لو انت حد كبير اوعى اياك تقعد ورا، هتعذب نفسك خالص يعني. وبصوا في دراع كده بتشده وتخرج تاني من الزنقه اللي انت دخلت فيها. بس احنا عارفين احنا جايين العربيه دي عشان نجري، مش جايين بيها عشان نقعد ورا الصراحه، يعني انا لو معايا العربيه دي مش هركب حد اصلا في العربيه دي، بس ماشي يلا بينا نخرج. طبعا لما دخلت العربيه المرسيدس دي انا حاسس مش عايز حاجه تانية من الدنيا خلاص، يعني العربيه دي بتديك كل حاجه انت عايزها. بصوا الكراسي اصلا عامله ازاي، الكراسي دي يعني انتيريور بتاعها حلو قوي، في مساج وفي كلها كهرباء طبعا، لوجو اي ام جي، كراسي سبورت جدا، وبصوا شكلها حلو الصراحه، عليها لوجو مرسيدس من فوق محفور بطريقه شيك جدا. وبصوا القعده مريحه، قعده واطيه قوي، انت لو مش محبين العربيات الواطيه لا العربيه دي مش هتعجبك، بس العربيه واطيه جدا بتديك حاجه كده بالسبورتنس حلو قوي. ومن ابص الماوس ده بتاع مرسيدس الجديد، هي بقت تخلي في تيس هنا في الجزء 9 سرعات في الجزء اللي هنا، يعني معظم مرسيدسات دلوقتي بقت كده. بصوا الشاشه الكبيره موجوده من هنا زي ما انتم شايفين، فيها بصمه، فيها فتح والقفل هنا والزرار اي ام جي والكاميرات، وهنا العربيه في هنا مخرج وايرلس تشارجنج، في لا سوري 2 مخرج يو اس بي سي، واحد وايرلس تشارجنج،
واتنين كاب هولدرز عاديه. دي بس الانتقاد يعني. بص الحته دي يمكن تبان رخيصه شويه بس ماشي. هنا اخرج يو اس بي سي ومسند صغير فيه نور جوه لذيذ جدا، يعني البطانه بتاعته حلوه قوي، وده خشب حقيقي تمام. يعني دول يعني مقطعين غابه عشان يعملوا العربيه دي، فيها خشب كتير. ممكن تختار كربون فايبر، يعني انت ممكن تختار كربون فايبر او تختار الخشب. وبصوا يعني دي تبقى محرك طياره، عارفين اللي في الطيارات اللي هي بتبقى فيها، هي شبهها جدا. يعني بتعمل كده تفتح وتقفل، تفتح تقفل بالطريقه دي. وسماعات البرمستر موجوده هنا زي ما انتم شايفين، وهنا العدادات والطاره مفيش كلام يتقال عليها. بصوا الطاره شيك قوي، ويعني والانتيرير ده شكله لونه حلو، تحسه كده ابيض كده عامل يعني زي الكريمه كده، شكله حلو يعني. وهنا الدرايفنج مود سيلكتور، وهنا السسبنشن والسبويلر من هنا، وهنا كروز كنترول والليبكن اسيست من الجزء اللي هنا، وستارت ستوب في الحته المستخبيه. بص حته غريبه شويه بس ماشي، يعني حته غريبه داخله لجوه كده مستخبيه شويه بس حلوه. والامبيانت لايت في العربيه دي شيك جدا. بص موجود هنا في المحرك الطياره اللي موجود هنا، موجود بشكل حلو قوي في العربيه. مرسيدس متميزه جدا في الامبيانت لايت صراحه، ومن فوق حتى. العربيه فيها فتحه سقف واحده بس كده عاديه وحلوه، كويس ان هم مش ناسيين فتحه السقف، حاجه مميزه جدا. اللي بيميز العربيه دي كمان الشاشه بتاعتها بصوا كبيره قوي، يعني فيها كل حاجه ممكن تحتاجها. بصوا هنا في الهوم نافيجيشن، وهنا بقى نخش على الام بي اكس، في ابل كار بلاي اندرويد اوتو طبعا. هنا السيتنجز العربيه، راديو ميديا بيرفورمانس دي بتخش عليها. بصوا الحركه دي، هم متعاقدين مع ساعه اسمها اي دبليو سي زي بورشه كده، فيها اللاب تايمر اللي هنا دي زيها كده، بيقول لك الوقت وفي نفس الوقت بتحسب لك لابس، لذيذه جدا. ممكن تتحكم في التكييف من الجزء اللي تحت برضو، حركه مش وحشه. هنا كونسامشن، وهنا الانجن، يعني ممكن تشوف تعملها على سبورت مود وتراك من الحته اللي هنا من الدركسيون، حته لذيذه برضو. ودي الشاشه اللي قدامك تعالوا لكم سريعا شوف بس الانيميشنز اللي فيها. بصوا هنا في سوبر سبورت، دي اللي احنا عارفينها معتاده. وهنا في كلاسيك، مش وحشه برضو لذيذه. لا دي سبورت سوري، دي كلاسيك اهي، دي كده كلاسيك، دي بتبقى عاديه خالص. وهنا في دي اندرستاند، تعالوا نشوف ايه اندرستاند دي. حلو الانيميشن بتاعتها، انيميشنز العربيه دي عشان تفهمين فوق ممتازه. وهنا النافيجيشن ممكن تخليها ايه لو انت بتتوتر تتوه او كده يبقى قدامك، هي دي لذيذه، دي مش وحشه هي. وسبورت العربيه فيها بادل شيفترز من هنا زي ما انتم شايفين. وهنا درايفنج مود سيلكتور بتنور على مدار العربيه، وكروز كنترول والحاجات دي. وهنا بصوا الفرامل اليد من الجزء ده. والامبيانت لايت في العربيه مميز جدا. بصوا بقى الحته دي مميزه جدا. هنا السماعات البرمستر، امبيانت لايت حوالين الاوكر، والكراسي دي تاتش، يعني انت مش لازم تعملها كده تلمسها بس هي بتشتغل. وفيها 3 مود، فيها تسخين وتبريد ومساج كمان، يعني فيها كل حاجه. الحته دي ممكن تبقى كربون فايبر او خشب، يعني الاثنين برضو حلوين، بس انت وذوقك يعني. كله جلد يعني ماتيريالز حلوه قوي. وهنا دي ما تجيبش ازازه صغيره اصلا، يعني مساحه صغيره قوي. والشنطه من هنا زي ما انتم عارفين كالعاده عربيه مرسيدس، عربيه شيك جدا من جوه وفيها كل حاجه. بصوا الحته اللي فوق دي فيها فتحه سقف تاتش كده من هنا، وفي امبيانت لايت حواليه، شكله حلو قوي الصراحه. وكمان العربيه فيها دب ديسبلاي زي ما انتم شايفين من فوق هنا، يعني بيبقى كويس جدا وبيفيدك في الضلمه كمان. الناس اللي هي يعني بتسرح مع الطريق او طويله ما بتجيبش العدادات قوي، ممكن تركز فيها من الجزء اللي هنا. قلت كده اوريكم بالمره تصوير الانتيريور التاني. بص هو كده يعني تحسه يعني اخضر على الازرق وحلو مش وحش، بس انا بفضل التاني. وهنا الانتيريور اسود، هناك كان ابيض. عايز اوريكم الحته دي برضو. بصوا هنعمل سبورت بلس، ممكن تعمل كاستمايز زي البي ام دبليو. لو عملت هنا ايدك كده هتقفل وتفتح الاي اس بي. وهنا بصوا ممكن برضو هنخلي الفتيس عايزه عادي ولا سبورت. وهنا البوابات برضو عايز تفتحها ولا تقفلها، لا يعني. بصوا رير سبويلر، وهنا الدركسيون انيميشن بتاعتهم جميله الصراحه. هنا الاكزوست، اي اس بي، ترانزميشن، ستارت ستوب، اللي اسمه سبويلر تفتحه وتقفله من هنا. بس ممكن تغيرها لو انتم عايزين في الشاشه اللي هنا تدوس كده تغيرها. الاي اس بي ممكن لما كل ما تدوس على الشكمان تفتحه وتقفله، تعمل كاستمايز. سبويلر، الاي ام جي، لان العربيه فيها نسيت اقول لكم تحت العربيه موجود فيها ايروداينامكس. لو انت يعني بتفتحه وتقفله على حسب انت احتياجك، يعني في حاجه كده بتنزل من بالعربيه من تحت، بتزود ايروداينامكس وتثبت ثبات العربيه، بتلزقها على الارض اكتر. ودي حاجه مميزه جدا. دي الكاميرات زي ما انتم شايفين شكلها حلو.
انا دلوقتي في مرسيدس الجي تي 43 الثانيه، لان الثانيه للاسف بطاريتها نامت، فهنجرب كولد ستارت والريفز على دي. متهيألي مش كولد ستارت بس هنشوف دلوقتي. هي ندور، المفروض دي الدور على طول بقى، الثانيه كسفتنا للاسف. لا صوتها غبي قوي. لا افتح الباب كده، نعمل الشكمان، نفتح الشكمان كده البوابات اتفتحت. بصوا من الشاشه، نعملها سبورت بلس كده على اعلى حاجه، ولا اس بي اوف كمان كده، كله كده على اعلى حاجه. يلا نجرب ريفز كده. يا رب النهارده تكونوا اتبسطتوا في ريفيو المرسيدس جي تي 43 اي ام جي. عربيه جميله جدا وكويسه وثابته على الطريق، وبتديك كل حاجه يعني ممكن تحتاجها في سواء كومفورت، وهي عربيه جراند تورر. يعني جراند تورر يعني ممكن تستخدمها كل يوم عادي بكل سهوله، مش هتتعبك. عربيه مش متعبه، عربيه مريحه جدا، وفيها يعني كل حاجه ممكن تحتاجها، الامان وكده كل حاجه موجوده فيها. عربيه جميله جدا. هي بتتقارن مثلا بالام 3، ممكن تتقارن بالبي ام دبليو ام 3. هي الام 3 ممكن تكون 6 سلندر انلاين 6، بس يعني ممكن تقارن بيها. يعني الام سي اقوى شويه، بس هي يعتبر المنافس بتاعها هي الام جي جي تي 43. اللي يقارن بقى بالام 4 اللي احنا عملناه في اول فيديو خالص لو تفتكروا، الجي تي 63. لا الجي تي 63 اي ام جي، هي دي بقى تقارن بيها موتور ال 8 سلندر. انا كنت اتمنى عربيتي موتور 6 سلندر او 8 سلندر، بس للاسف النهارده يعني انلاين 4 مش 8 سلندر او 6 سلندر. يا رب تكونوا انبسطتوا في فيديو النهارده. احب اشكر معرض اكزوتيكا في التجمع الخامس. احب اشكر طبعا مستر حسن العربيات الجامده اللي بيجيبها لنا دي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.